في يوم من الأيام كان في لاعب العالم كله قال إنه مش كفاية، قالوا عليه أعظم لاعب مع ناديه بس فاشل جدا مع منتخب بلاده، قالوا إنه مش قائد ومش بيستحمل الضغط وبيختفي في اللحظات الكبيرة، كل خسارة كانت بتتحسب عليه هو وكل نهائي بيضيع كان بيتكتب باسمه، لحد ما بقى السؤال مش إن هو الأفضل ولا لأ، ده بقى السؤال هل أصلا هيقدر يكسب حاجة مع منتخب بلاده؟ ولكن للأسف الإجابة وقتها كانت واضحة جدا عند ناس كتير إنه مش هيقدر يعمل حاجة، بس اللي محدش كان متوقعه إن الكلام كله كان بيتجمع عنده علشان لحظة واحدة بس، لحظة هيرد فيها مش بالكلام لكن بالانتقام. لاعب العالم كله كان بيتكلم عنه مش بس كواحد من الأفضل لكن كموهبة استثنائية مش هتتكرر تاني أبدا. لاعب لما الكرة تبقى تحت رجله الوقت بيقف وكل حاجة حواليه بتسكت وكأنك بتتفرج على فن مش مجرد كورة. ليونيل ميسي، الاسم اللي الناس كلها بتربطه بالعبقرية، بالهدوء، بالموهبة الخام اللي مش محتاجة استعراض. بس الغريب إن نفس الاسم ده كان بيتكسر كل ما يلبس تيشيرت الأرجنتين. ساعتها ما بيكونش فيه تسقيف ولا حتى فيه إعجاب، بيكون فيه شك. مش قائد، مش بيظهر في المواقف الكبيرة، مش زي مارادونا. جمل كانت بتتقال عليه بكل سهولة كأن اللي بيعمله في أوروبا ملوش أي قيمة، كأنهم مستنيين منه يغلط علشان بس يمسكوا فيه. والحقيقة هو فعلا كان بيغلط بس مش لوحده. 2007 نهائي كوبا أمريكا قدام البرازيل، أول صدمة وأول نهائي دولي يخسره. وقتها لازم نفهم إن ميسي ما كانش هو النجم الأول في الفريق لأنه كان لسه صغير عنده 20 سنة، وكان في لاعب تاني هو اللي شايل الفريق وصانع اللعب الأساسي وهو ريكيلمي. فميسي يعتبر كان لسه بادئ رحلته مش بيقودها. الماتش كان صعب من أول دقيقة والبرازيل ضغطت جدا، سرعة، قوة وخبرة. ميسي كان بيحاول يتحرك، بيحاول يخلق فرصة، لكن الفريق كله كان تايه. كل هجمة كانت بتضيع وكل دقيقة بتعدي الضغط كان بيزيد، لحد ما البرازيل حسمت الماتش بنتيجة 3-0، وكان ماتش من اتجاه واحد حرفيا. وقتها قالوا إن ميسي لسه صغير وقدام الناس بطولة وعدت، لكن عند ميسي هي اتسجلت في دماغه خلاص. ميسي كبر وبقى أفضل لاعب في العالم، بس مع الأرجنتين نفس القصة، صفر على الشمال. 2014 نهائي كأس العالم قدام ألمانيا، الفرصة اللي كانت ممكن تمسح كل حاجة وتعوض النهائي اللي فات. ماتش تكتيكي جدا، مغلق، كل فرصة بتتحسب. والحقيقة هنا إن ميسي كان هو السبب الأساسي إن الأرجنتين توصل للنهائي أصلا بأهدافه وأدائه طول البطولة. لكن في الماتش ده الفريق لعب بحذر زيادة واعتمد كمان على الدفاع أكتر من الهجوم، وميسي وقتها كان عنده لحظة حاسمة، انفرد تقريبا وشاط الكورة بس للأسف طلعت بره. كورة لو دخلت كانت ممكن تغير تاريخ كامل. بس برضه لازم نقول إن الفرص ما كانتش عليه لوحده، لأن جونزالو هيجوايين ضيع فرص أسهل بكتير قدام المرمى، وده كان سبب مباشر إن الماتش يفضل مفتوح لحد الآخر. الأرجنتين فضلت تقاوم، الدفاع صامد والجمهور مستني، لكن في وقت قاتل ألمانيا سجلت عن طريق ماريو جوتزا، سكوت غرق الدنيا، صدمة لكل الموجودين، والحلم للأسف انتهى. ومع صفارة النهاية بدأ الهجوم على ميسي، مش بيحسم، مش راجل اللحظة، ونهائي كمان عدى خلاص، لكن عند ميسي للمرة التانية برضه اتحفظ في الذاكرة. 2015 نهائي كوبا أمريكا قدام تشيلي، ماتش مليان توتر، خشونة، التحامات. ميسي بيستلم وبيحاول يعدي لكن الضغط عليه مش طبيعي، كل لمسة عليه وراها لاعب واتنين. الماتش يخلص 0-0 وتبدأ ضربات الجزاء، الجمهور واقف، التوتر في أعلى مستوى، والنهاية خسارة برضه. والكلام بقى مستفز أكتر، ريحوا بالكم يا جماعة، هو مستحيل يكسب حاجة مع الأرجنتين، وميسي برضه بيسجل ومش بينسى. 2016 نفس نهائي كوبا أمريكا وتشيلي نفس الخصم، بس المرة دي الإهانة كانت أقسى، ماتش مغلق تاني، توتر في كل كورة، ووصلوا لضربات الجزاء. ميسي يقف والملعب كله ساكت، بيسدد وبيضيع، الكرة تعدي فوق العارضة، وفي اللحظة دي الملعب كله انفجر. مش بس فرح، لا ده كمان سخرية. مش بس ضربة الجزاء اللي ضاعت، لا ده كمان الاحترام والثقة ومكانة كاملة وقعت. العالم كله تقريبا كان ضده، سخرية، هجوم وتشكيك. ما بقاش بس بيخسر، ده بقى كمان بيتكسر، لحد ما قرر يختفي، اعتزل وساب المنتخب كأنه بيقول كفاية لحد كده. الناس قالت إنه هرب وإنه مش قد الضغط ولا قد المسؤولية، ويمكن كان عندهم جزء من الحقيقة، بس اللي محدش شافه إن السكوت ده ما كانش نهاية، ده كان بداية الانتقام. لأن كل اللي فات ده ميسي عمره ما قدر ينساه، وعليه ميسي رجع، بس مش نفس الشخص، لا رجع وهو شايل كل كلمة اتقالت عليه، كل ضحكة وكل تقليل. رجع وهو هادي بس جواه نار، سنين وهو بيستحمل وسنين وهو بيبني، مش عشان يثبت إنه الأفضل،
هو كان عارف كده أصلا، لكن علشان يرد وبس. 2021 كوبا أمريكا، بطولة ناس كتير شايفاها إنها عادية، بس بالنسبة له كانت حساب مفتوح. من أول ماتش ميسي كان مختلف، بيتحرك أكتر، بيطلب الكرة وبيخلق فرص، هدف من ضربة حرة وأسيست وقيادات كانت واضحة جدا. وصل النهائي قدام البرازيل، لا وكمان على أرضهم، الجمهور ضدك والصفارات في كل لمسة، بس ميسي هادي جدا، تمريرات قاتلة وتحركات ذكية، وجات اللحظة هوب هدف. الفريق كله رجع يدافع، يضحي ويقفل كل المساحات لحد ما جت صفارة النهاية والرد بدأ. ميسي كسب وأول مرة الناس تسكت، بس هو ما كانش خلص. البطولة دي كانت أول رد فعل من ميسي لكل اللي كانوا بيشككوا فيه، على كل لحظة اتريقوا عليه فيها، وعلى كل ليلة عدت عليه وهو نايم حزين بسبب الخسارة. وبالرغم من كل ده ميسي كان لسه عنده دين أكبر، كأس العالم 2022 واللي كان آخر فرصة. أول ماتش بيخسروا قدام السعودية، دي ما كانتش مجرد خسارة، دي كانت صدمة محدش كان متوقعها. الأرجنتين دخلت الماتش وهي مرشحة تكسب بسهولة، سلسلة طويلة من اللا هزيمة وثقة عالية، والكل مستني بداية قوية. وبدأت فعلا كده، ميسي وقتها سجل بدري من ضربة جزاء، والكل افتكر إن الماتش خلص. الأرجنتين سيطرت، لا وكمان سجلت كذا هدف، بس اتلغوا تسلل وكأن كل حاجة كانت ماشية عادي. لكن فجأة الشوط التاني بدأ والسعودية دخلت بشكل تاني خالص، ضغط، سرعة، جرأة، وفي دقايق قليلة كل حاجة اتقلبت. هدف أول وبعده بدقايق هدف تاني، صدمة. الأرجنتين اتلخبطت والهجوم بتاعها بقى عشوائي، لا وكمان الوقت بيجري، وميسي كان بيحاول، بينزل يستلم ويصنع ويدور على أي فرصة علشان حتى يتعادلوا. بس الدفاع السعودي كان ثابت، تركيز وتنظيم، كل كرة كان ليها رد لحد صفارة النهاية، والنتيجة 2-1 للسعودية. ودي كانت واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم. وفي اللحظة دي الناس كلها رجعت تقول من تاني ريحوا دماغكم، ميسي خلاص انتهى ومش هيقدر يعمل أي حاجة لمنتخب بلاده. بس اللي حصل بعدها كان رد تاني خالص. المرة دي ما كانش رد بالكلام، لا ده كان رد في الملعب. قدام المكسيك ماتش مقفول جدا صعب، لحد ما ميسي استلم، بص، سدد، هوب جول، انفجار، هدف غير كل حاجة. وخلص وقتها الماتش 2-0 للأرجنتين قدام بولندا. كان تحكم كامل، صناعة فرص، قيادة، وكسبوا 2-0. وهنا بدأت الرحلة. استراليا، ميسي سجل وقاد الفريق بهدوء، وخلص الماتش 2-1 للأرجنتين. ماتش كان سهل نسبيا بس نهايته كانت متوترة شوية. هولندا، ماتش مجنون، شد، عصبية، احتكاكات، ميسي يصنع ويضغط ويتخانق على كل كورة، ضربات جزاء، والأرجنتين تعدي. كرواتيا، أداء تاريخي، ميسي يمسك الكرة بيراوغ ويصنع هدف خرافي، تحكم كامل لحد النهائي واللي كان قدام فرنسا. ماتش من نار، ميسي سجل وقاد، تحكم في اللعب، ثقة، لكن فرنسا رجعت. المباراة اتقلبت 3-3، توتر، ضغط، كل الأعصاب مشدودة. ميسي سجل تاني وبيرجع الفريق، لكن برضه المباراة تروح لضربات الجزاء، نفس اللحظة القديمة، بس المرة دي مفيش خوف، في هدوء، كأن كل اللي فات كان بيحضروا للحظة دي. ضربات الجزاء تتلعب والنهاية، الأرجنتين بطلة العالم، ميسي بطل العالم. في اللحظة دي كل اللي اتقال عليه اختفى، كل سخرية سكتت، كل شك مات. هو مردش بالكلام، مردش بتصريحات، مردش بحاجة غير الملعب، حول الضغط لقوة والسقوط لطريق والهجوم لدافع، ورجع مش بس يكسب لكن ينتقم. ثبت للعالم كله انه الافضل وانه في مكانة بعيدة خالص محدش هيقدر يوصل لها. وبكده تبقى القاب ميسي الدولية مع الارجنتين كاس كوبا امريكا 2021، كاس العالم 2022، وفيناليسيما 2022 واللي كانت ضد ايطاليا. دي ما كانتش مجرد قصة كرة، دي قصة واحد اتكسر قدام العالم وقرر يرجع يقف قدامه من تاني. وفي الآخر ده مش فوز والسلام، ده كان انتقام ليونيل ميسي. لو وصلتم لحد هنا أحب أقول لكم إن انتوا فوق 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 راسي، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.